شوف يا جدع، انا اكتشفت سر خطير جدا. ايوه، بعد معاناه انا اللي عرفت انشيلوتي بيلعب ازاي مع ريال مدريد. يعني ايه الخطه؟ بص، شوف كل المحللين ومحنكين الكوره الاسبان منهم والمصريين وبتوع بين، محدش لسه عارف انشيلوتي بيلعب ازاي. انا عرفت. انا جبت لك السر، ايه خطه لعب انشيلوتي وازاي بيكسب. بص يا سيدي، مبدئيا كده هقول لك من اول ماتش اتلانتا لحد دلوقتي انشيلوتي بيعمل ايه. الشوط الاول هو بيبقى نايم، يعني تقريبا واكل له كده واكله فسيخ ورنجه تقال قوي، انت فاهم، او لحمه راس بقى وياسمين وممبار ومش عارف ايه ونايم، بياكل لبان ونايم مش موجود. بيصحى الشوط الثاني، بيعمل الشوط الثاني ما تعرفش هو بيكسب بقى. انا بقى هقول لك بيعمل الشوط الثاني. يعني مبدئيا كده هو الشوط الاول مش موجود، خلاص انشيلوتي مش موجود. ريال مدريد من اول الموسم، من اول ماتش اتلانتا بتاع السوبر لحد دلوقتي جايب 18 جول في الموسم كله. اصدمك بقى، جول واحد بس منهم الشوط الاول، ما ده جه غلطه كده، اللي هو جه صدفه كده، ما كانوش عايزين يجيبوه فدخل كده، ما تعرفش يعني. جول واحد، باقي اللي جوال بقى 17 كلهم في الشوط الثاني. ايه اللي بيحصل بقى؟ انشيلوتي اي حد بينزل من على الدكه بديل هو اللي بيجيب اجوال، هو اللي بيخلص الماتش. بدليل ان اندر الكل بينزل من على الدكه يخلص ماتش يجيب اجوال. ابراهيم دياز بتاعنا هيما اول ما بينزل بيخلص الماتش. الماتش بقى بتاع امبارح، فينيسيوس ده اول ماتش يلعبه دكه، يعني اول ماتش ما يبداش بيه اساسي. اول ماتش من اول الموسم دايما بيبدا بيه اساسي، ما بيعملش. فينيسيوس جونيور ما يكونش موجود، الصمبه بتبقى عطلانه، ما تعرفش، ما يبقاش برازيلي يعني، مش موجود. نزل بقى امبارح من على الدكه، عمل جول واسيست من على الدكه، عمل جول واسيست. فهنا بقى السر بتاع انشيلوتي السنه دي، هو كل سنه كده بيبقى ليه سر معين. السر بتاع انشيلوتي السنه دي هي الدكه. شوف مين هينزل من على الدكه يعرف ان هو يخلص الماتش. انا بقى عندي اقتراح وحل حلو جدا لمستر انشيلوتي ازاي تلعب بقيه الموسم. اولا كده نزل امبابي وفينيسيوس كل ماتش من على الدكه، كله وبلينجهام، يعني كل اللعيبه الجامده عندك قعدهم دكه ونزلهم الشوط الثاني. بص هتكسب 17-0 بالطريقه دي. ما انت خلاص ما بتجيبش خلاص اجوان غير لما بتنزل احتياطي. يعني فينيسيوس ينزل يجيب لك جول واسيست، تنزله من الاول بقى له 5 ماتشات بطه بلدي عربيه فيات 128 مش موجود. انزل من على الدكه يتشقلب لك. اندريك لعب مش عارف 20 دقيقه جايب جولين 3، فانت حلك في الدكه. فانت تعمل كل اللعيبه المهمه، امبابي فينيسيوس بلينجهام، ما تبداش ولا واحد اساسي. هات الناشئين، هات العيال الصغيره دول بتاع الكاستيا دول، خليهم هم يبداوا. اللعيبه الكبار اللي عندك الحلوين نزلهم من على الدكه. جميل. تاني حاجه، ما تروحش الشوط الاول، يعني بلاش نلعب الشوط الاول. احنا كده كده ما بنعملش حاجه، يعني احنا كريال مدريد ما بنعملش حاجه، ما بنلعبش، مفيش ولا خطه ولا تكتيك، والمستر بيبقى نايم بره مقيل شويه كده، بيقول لهم صحوني على الشوط الثاني، اللعيبه مش موجوده. فبلاش نروح. يعني انت عندك حلين، ابدا من الشوط الثاني على طول، يعني خلي الفرقه تلعب لوحدها الشوط الاول، ونبدا احنا من الشوط الثاني، وما تنزلش اي لعيبه كويسين الشوط الاول، يعني نزل لعيبه الشوط الثاني. فهي دي خطه انشيلوتي. على فكره هو الكلام يبان ان هو هزار، بس هو لا بجد. يعني شوف بقى كده، راجع من اول الموسم اللي بيحصل، هتلاقي اول حاجه احنا ما بندخلش جوال غير في الشوط الثاني. تاني حاجه كل اللي بيحصل من الاحتياط اللي بينزل، اي حد من على الدكه بينزل يجيب جوال. وتالت حاجه بقى احنا بنلعب ضربات جزاء بس. هو احنا جايبين امبابي عشان نشوط لنا ضربات جزاء؟ هو امبابي يعني جايب 500 ضربه جزاء لحد دلوقتي. احنا لو عايزين ضربات ما نجيب كريستيانو رونالدو، ما حدش هيشوط ضربات جزاء احسن منه. هو امبابي جاي يشوط ضربات جزاء؟ انا مش فاهم. هو صح، هم 3 حلول، الشوط الثاني وضربات جزاء والدكه، بس برضه ضربات الجزاء بتبقى الشوط الثاني. فيعني يا عم انشيلوتي ما تلعبش الشوط الاول، والعب بمبابي دكه وفينيسيوس دكه وبلينجهام دكه، وانت نفسك يعني اصحى من نلعب على الدكه، اي حد دكه خلاص اتعرفت. هي كلمه السر بتاعت الموسم ده الدكه، وتكتر من ضربات الجزاء، كتر من احنا ضربات جزاء، حكام بقى حكام بس كده. ده انا دي خطه انشيلوتي الموسم ده.